اوتشاي على وسط الملعب مره ثانيه، نقلتين ثلاثه مش عايزينهم يحسوا ان هم عندهم قدره على النقل، لان الاحساس ده بيدي ثقه حتى لو ما كانش فيه خطوره. وادي واحده مقطوعه من ناحيه الشمال، اطول من اللازم، اطول من اللازم. رمضان لازم يقطعها كده احن من كده شويه ويروح ياخدها، كان ممكن جدا يعمل شغل عالي قوي من الحته دي لو قطعها باتقان، كان ممكن يعمل انفراد. لا لو الثانيه للمنتخب الاوغندي مرشد كوكو على يمينه ودادا رقم 14 يرجع في اتجاه اسندي. اسندي بيخلى عمرو جمال من بعيد. اسندي ودادا اسندي، نقدر نضغط يلعبها طويله وعميقه وعاليه، حاجات دي في المتناول بقى. ايوه كده خلي بالك. يرجع لورا في اتجاه رامي ربيعه استلام، حطها للنني. اوعى ترقص هنا، النني طويله وعميقه وحلو ولمسه. يا سلام يا صلاح لو لمستها افضل من كده. تروح طويله في الشمال، جود فري ارضيه عايز يعدي بيها، يستلم في مساحه كويسه، ما حدش لمسه. وقفت ليه يا نني؟ هنشوفها مره ثانيه. ضربه حره مباشره لصالح اوغندا من ناحيه الشمال. فاروق مية ده الشاب اللي عنده 20 سنه، لعيب قوي وصغير، بيقولوا عليه ان هو امل منتخب اوغندا. هو لعيب قوي فعلا. فاروق مية رقم 17 اللي بيسحب الكره لورا دي، طبعا احمد فتحي صدرها له من تحت واضحه جدا جدا جدا. تبقى ضربه حره مباشره لصالح اوغندا من ناحيه الشمال. لعبه صغيره طويله 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 طويله، ما عندهمش انياب حقيقيه. الخوف الوحيد من الفرقه دي الكور الثابته اللي على حدود منطقه الجزاء، يطلع واحد كان او ما كانش كوليشن كان ينقرها رقره ملهاش لازمه تكلفنا كتير، لكن عشان نشوف ان هم بينقلوا نقل حقيقي وبيوصلوا بشكل فيه خطوره حقيقيه ما اعتقدش. حكم مدي ضربه حره مباشره صحيحه جدا لصالح منتخبنا من ناحيه اليمين. دخل احمد فتحي، الراجل مسكه واضحه جدا جدا جدا، واضحه جدا. جود فري اهو. وادي فاروق مية رقم 17 ضربه حره مباشره لصالح المنتخب الوطني، هيلعبها عصام الحضري. يا سلام لو جبنا الهدف الثاني قبل نهايه الشوط الاول، نخش اوضه اللبس عندنا احاسيس اخرى واهداف اخرى وطريقه اخرى في الاداء. الماتشات المعقده اللي زي دي مش معقده فنيا، هي معقده نفسيا. انت عايز تعبر وتنط الحواجز بسرعه وتستنى الكونجو، فبيبقى ده عبء نفسي كبير جدا على اللعيبه، على ارضيه الملعب وعلى المدرب وعلى الدنيا كلها. عشان كده لو جه هدف تاني وغطينا هيبقى عندنا احاسيس مختلفه. الحاجات العرضيه هي اللي بخاف منها. من ناحيه اليمين استلام داخل اوكوي اللي رقص قبل كده وجاب جول على وسط الملعب. يلا يا عبد الله. ودي واحده طويله طبعا واضحه جدا جدا جدا، طبعا تسلل واضح جدا جدا جدا، وضربه حره غير مباشره لصالح المنتخب الاوغندي. لا لو الثانيه عميقه في اليمين، سيبها لعبها ماشي على وسط الملعب صغيره، حط جسمك. ما عرفش يحط جسمه بقوه عبد الله السعيد، تتقطع منه، تروح هنا في الشمال في اتجاه مرشد جوكو على جود فري. مرشد جوكو مره ثانيه، مرشد هيلعب هناك خالص ماشي. عمرو جمال بيحلق من بعيد. اسندي ودادا يرجع لاسندي مره ثانيه، تدي تقدم شويه، هو يلعب طويل ما عندوش حاجه ثانيه، او يرجع صح كده. ترجع لاونيانجو الدقيقه 37، 8 دقائق بالاضافه اعتقد ل4 دقائق ربما وقت بدل ضايع اثناء علاج اللاعبين اللي وقعوا. يعني بنتكلم في حدود 10 دقائق او اكثر شويه على زمن الشوط الاول. رامي ربيعه يتدخل بقوه طويله ما يلحقهاش رمضان صبحي، تبقى رامي التماس لوداده من ناحيه اليمين، يلعبها خالد اوتشو صغيره. واسع حسن ابو ضفيره، واسع يرجع لمرشد جوك على شماله. جود فري ارضيه، اضغط يا فتحي. ضغط فتحي بشنكله. حكم بقول لحضراتكم تقيل جدا. كوبر حتى بيرفع ايديه مستعجب، تقيل قوي في صفارته قوي. اسندي وداده، استلام من وداده في اليمين. وداده ارضيه على وسط الملعب، كل ده ما يهمنيش، المهم ما يخترقش في المنطقه الخلفيه لمنتخبنا. طويله من اسندي
في اتجاه فاروق 100. فاروق 100 طويل عملاق، ايه حاجه ايه على وسط الملعب. متشكرين. بقول لحضراتكم ما عندهمش انياب حقيقيه، لكن لازم تخاف من ايه؟ من اللي انا قلته. ضربات ثابته من اليمين والشمال، ينطوا اي نطه اي حكايه. لا تسلل مظبوط، تسلل مظبوط 100%. لو اخذ كده خطوه شويه لورا رمضان، لكن سوري عمرو، لكن كان واخد نص خطوه لقدام. بقول لحضراتكم الخوف كله من الضربات الثابته من اليمين ومن الشمال، بيطلعوا 6 7 8 ينطوا اي نطه ما تفهمش يحصل فيها ايه. هو ده اللي يخوف. فيما عدا هذا ما عندهمش انياب حقيقيه على المرمى، يعني نقله والثانيه والحكايه والروايه مش موجوده. دخل الراجل في عمرو جمال حكم. بقول لحضراتكم صفرته بتطلع بالعافيه. حجازي لعبد الشافي ببطن الرجل، عمرو جمال ما ياخدهاش طبعا، يروح لمرشد جوكو اللي غير مكانه مع اسندي. اسندي ده دلوقتي هو اللي ناحيتنا هنا، ومرشد جوكو الناحيه الثانيه. وداده طويله وعاليه، استلام من اوكوي اللاعب الكبير اللي عندهم، افضل لاعب عندهم على الاطلاق، رقم 7 اللي بيلعب ناحيه اليمين هو افضلهم على الاطلاق. ده اللي في رجله الكوره ده لاعب كويس. تطول منه المره دي وتبقى رميه تماس لصالح منتخبنا من ناحيه الشمال. الاداء ما هواش الاداء العالي عشان نكون صراحة، لكن وحط تحت كلمة لكن ده مليون حاجة، في حرص زيادة من منتخبنا لانه عايز ال3 نقط باي شكل. والحكاية دي بتلقي بظلالها الشديدة جدا على القدرة على الاداء والتحكم في الكورة، لكن تولت من محمد صلاح. عشان كده هندي العذر لغاية يا رب ان شاء الله ما نغطي الهدف باذن الله. ودي واحدة ببطن رجله طويلة في اتجاه فاروق 100. يا ولد يا لعيب، فرمله حلوه قوي من احمد فتحي البطل. وتبقى رمي التماس لاوغندا من ناحيه الشمال. تروح لفاروق 100 رقم 17، يغير هناك خالص من الشمال لليمين. استلام من وداده، ارضيه صغيره لخالد اوتشو على وسط الملعب. بلاش الحكايات دي، بلاش. ايوه كده. يلا بقى، مفيش مرتده هنا، مفيش مرتده في الحته دي، مفيش مرتده في الحته دي. ترجع لرمضان، استلام، خلي بالك. حجازي شيل من هنا، شيل من هنا. ماشي، برافو يا نني يا لعيب يا كبير، برافو يا نني. الواحد بيبقى خايف والله. عبد الله السعيد، حطها على يمين والحقها. هي فتحي، جري له عبد الله. يلا يا عبد الله يلم كورته ومعاه واسع حسن، يحطها ارضيه. يلا بقى يا راجل مد شويه يا عمرو يا جمال، مد شويه. ارضيه، الحكم يديها ضربه حره. نقدر نوصل يا جماعه والله، ونقدر نخلص والله. المرمى مباح بس نركز شويه، عبد الشافي يصدر له الرفعه بتاعتنا احنا. تروح لحجازي على شماله، استلام رمضان صبحي على يمينه في مساحه طيبه جدا. استلام من نني مره ثانيه، ارضيه ايوه كده. يلا بقى عبد الله حط لصلاح. يلا ابو صلاح، واحده من بتوع ليفربول او من بتوع روما او من بتوع فيورنتينا او بتوع اي حته. يا صلاح حلو مره ثانيه. رمضان يحط على يمين، استلام من عبد الله. طلع له فتحي هيلعبها فتحي، وهي دي والعرضيه اهي، لكن يتدخل فيها اسندي ويطلعها وتبقى رميه تماس لمنتخبنا من ناحيه مين. العبوا يا رجال، تقدروا تلعبوا تقسموا على 1.5 والله، بس خلي عندكم شويه ثقه عن كده. عبد الله طبعا ما كانش يقصد، لكن ايده بعيد عن جسمه، خلاص يبقى هو كبر جسمه. بقت ضربه حره ولمسه يد لصالح منتخب اوغندا في الدقيقه 42 من زمن الشوط الاول. 1-0 لمنتخبنا. محمد صلاح في الدقيقه 6. طبعا هنا موزيس زعلان، مش من النتيجه، زعلان ان حاسس فرقته بتروح عليها هجمات في منتهى الخطوره، وهو عنده احساس ان الهدف الثاني قادم باذن الله. عشان كده تلاقي وشه مخطوف، لكن احنا عايزين ناكد الخطفه دي. اونيانجو طويله وعاليه، ارتقاء من حجازي. يا ولد يا حجازي يا بتاع وست بروميتش. على يمينه وداده، ماشي وداده من ناحيه اليمين، يلعبها ارضيه مقطوعه. رمضان، يلا يا رمضان، ماشي رمضان. يا نهار ابيض لو اتظبطت يا رمضان. دي حاجاتك ومحتاجاتك. واحده طويله وعميقه وخطيره، لكن حكايه زي تدخل. سيبها. اوغندا ما هي
Certainly raising the volume as soon as Egypt are in the final third. And they've won the ball back in a dangerous area. El Neni with his hands up. He's ignored for now. It's a beautiful ball to Mo Salah. Brilliant initial save, but it's gone over the line. Oh, team doctor, I should say, had refuted claims that Salah had picked up an injury during his time on international duty. And it's clear that that's the case. Brilliantly timed. He ducked out to come back in. It's a brilliant initial save from Denis Onyango. But the keeper couldn't do anything. Now they can try and be a little bit more patient. Uganda certainly won't change their style. They'll look to try and sit in and frustrate. But it's now Salah on the ball, back on his favourite left foot, whips in a beautiful ball, but it's just sneaks over the head of Amir Gamal. Well, looking to get him involved at every opportunity. It's a delicious ball in. Just little too much elevation. Excellent work to get it back out to Fati. Lofts it, a left-footed cross, surely could be number 2. Well, that is stunning goalkeeping from Onyango. Uganda saved by their man. Wonderful initial save. It was great footwork from Sobi, but he was crowded out, and then out came Onyango. But that is a brilliant triple save almost. Well, Egypt won't care how they managed it. It wasn't vintage from Hector Cooper's side, but it's exactly what they needed. The perfect tonic to their shock defeat in Uganda. The Cranes certainly played their part in a bruising contest of wills. But it's Egypt, through Mohamed Salah's 6th minute winner, and they return to the top of Group E and in pole position to make it to the FIFA World Cup in Russia in next summer's Global Games. Well, they would have certainly hoped to have done it with a lot more left in the tank.